هذه الصورة نشرها هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند بالإنستغرام، وهو يتعالج بالضوء الأحمر بسرير قيمته 15,000 باوند. اشتراه وخلاه بمنزله بمنطقة تيشير. فائدة هذا الجهاز إنه يمنع الإصابات ويتغلغل داخل الأنسجة والمفاصل. يستخدمه قبل التمرين لمدة 5 دقائق وبعد التمرين لمدة 20 دقيقة للمساعدة على استشفاء العضلات. نظامه الغذائي غريب شوي، يحتوي على 6000 سعرة حرارية. ياكل قلب البقر وكبدة البقر ويشرب حليب مخلوط بالسبانخ. يحب النرويجي كذلك حمامات الجليد، وعنده بالبيت غرفة للعلاج بالتبريد قيمتها 50,000 باوند. هذه الأمور ما هي ترفيهية شاريها بسبب فلوس زايدة يعني، لكن لتطور بحياته اليومية ومستواه داخل الملعب. فبسبب ممكن أهدافه الكثيرة ومستواه المتألق داخل الملعب نفكر أن النظام الغذائي صح، إنه تعبان على نفسه، إنه مجتهد، إنه يحاول ويفكر خارج الصندوق. أشياء طبعا أوكي في نوتريشن يعني عنده خبير غذائي، لكن يحاول إنه يطور نفسه ويكون بأفضل نسخة من نفسه. السؤال الأهم الحين، هل في لاعب ممكن يجرأ ويتفوق على إيرلينغ هالاند ويكون هداف البريمير ليج الموسم القادم؟ أعتقد بأن الأمر صعب جدا.